ما تأخرت، والله ما تأخرت. تشتت فترة وبعدين عدت، صرت تقارن حالك بحال غيرك بعدين رضيت بحالك. حاولت بأمر كذا مرة وما ضبط وبعدين ضبط. أروا الله من أنفسكم خيرا. أنت ما عليك الوصول، عليك صدق التوجه والمحاولة والمعافرة والسعي لآخر لحظة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انت مش هينفع تبقى مميز غير ما تكون احسن واحد في اللي حواليك، وعشان تبقى احسن واحد دايما فما فيش مجال للخساره، لازم تفوز في الماتش، لازم شركتك يبقى دايما سهمها في الطالع، لازم تأدي احسن اداء عشان تفضل متشاف من نفسك ومن اللي حواليك على انك ناجح. مفيش مجال انك تيجي رقم 2، لازم تحافظ على الصداره. لكن ده يا عزيزي مستحيل، لازم يجي عليك مره وتخيش. ولكن بما انك ناجح واستثنائي ومشهور فالاضواء مش هتتسلط بس على لحظات نجاحك، لا دي مش هتفرقك كمان ساعه الاخفاق. كل غلطة صغيرة أو هبوط عابر في الأداء أو أي لحظة فشل هتعدي عليك هتبقى برضه يتبابلك. متخيل الإحراج؟ $2,000 years later.